السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي متابعين قناة علمني عربي. يتجدد اللقاء بكم مع درس جديد من دروس مادة الدراسات، والنهاردة إن شاء الله موعدنا مع اختبار متوقع وشامل لكل منهج شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي. هنحل الاختبار مع بعض، وفي نهاية الفيديو هقول لك طريقة تحميل الاختبار. السؤال الأول بيقول لي: أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام عليها. طبعا هنا في الخريطة مديني رقم 1 و2 و3 و4، ورقم 1 بيقول لي دي بحيرة، دي طبعا هنا البحر المتوسط، يبقى دي هنا على طول دي بحيرة البرولوس. 2 منطقة لاستخراج الحديد. تعالوا نبص مع بعض. هنا ادي رقم 2 دي منطقة ايه؟ منطقة الواحات البحرية. رقم 3 على الخريطة هنا ده السد، كاتب لي السد، السد ايه؟ السد العالي. طيب رقم 4 فوق محطة لتحلية مياه البحر، محطة لتحلية مياه البحر وهي محطة العين السخنة. سؤال رقم ب بيقول لي: دلل على صحة العبارة التالية. دلل على صحة العبارة التالية. تؤثر عدة عوامل في سعر المنتج. في عدة عوامل بتأثر على سعر المنتج، من العوامل المؤثرة على سعر المنتج هو تكلفة المنتج وكذلك كمية المنتج نفسه. السؤال الثاني ألف: أكمل العبارات الآتية. يستخرج من البترول العديد من المشتقات مثل ايه؟ البترول ده بنستخرج منه مشتقات كثيرة مثل ايه؟ البنزين. سؤال رقم 2 بيقول لي: في العصر الحجري القديم صنع المصري ادواته باستخدام حجر ايه؟ حجر اسوان. سؤال رقم 3 توجد المياه العذبة على سطح الارض. فين المياه العذبة موجودة طبعا في البحيرات العذبة وكذلك في الأنهار. سؤال رقم ب أجب عن الأسئلة الآتية. 1 ما العلاقة بين نهر النيل ومصادر الطاقة؟ يعني إيه العلاقة اللي هي بتربط بين نهر النيل والطاقة؟ طبعا بيتم توليد الطاقة الكهرومائية من المساقط المائية الصناعية على نهر النيل. السؤال رقم 2 بيقول لي: اقترح بعض الوسائل التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه العذبة. طبعا إجابة السؤال ده إجابة مفتوحة، وأنت ممكن لا تتقيد بهذه الإجابة اللي أنا هكتبها. هقول له مثلا استخدام كمية مياه أقل عند غسل السيارات. نيجي مع بعض للسؤال الثالث بيقول لي: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 يوجد في مصر عدد من البحيرات المالحة على ساحلها الشمالي مثل بحيرة ايه؟ بحيرة البردويل ولا بحيرة قارون ولا بحيرة ناصر ولا بحيرة التمساح؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي بحيرة البردويل. 2 أي الموارد التالية تتسم بندرة وجودها؟ يعني قليلة الوجود. مياه البحر ولا البترول ولا أشعة الشمس ولا الرياح؟ طبعا الإجابة الصحيحة هنا البترول. سؤال رقم 3 عند إصدار ورقة نقود جديدة يقوم الخبراء بوضع علامة نقط داخل الورقة النقدية. يعني عند صناعة النقود الورقية بيتم وضع علامة إرشادية ولا علمية ولا تجارية ولا مائية؟ طبعا دي بيتم وضع علامة مائية حتى لا يتم تزوير هذه العملة. السؤال رقم ب ما العلاقة بين النمو السكاني والموارد؟ العلاقة بين النمو السكاني والموارد عندما يكون معدل النمو السكاني أسرع من معدل زيادة الموارد تظهر المشكلات الاقتصادية. سؤال رقم 2 كمية المنتج وسعره، إيه العلاقة بينهم؟ العلاقة
إذا توفرت كمية كبيرة من المنتج انخفض سعره، يعني لما هتزيد كمية المنتجات بالتالي سعرها هينخفض. وإذا توفرت كمية محدودة من المنتج ارتفع سعره، وهذا ما نرى في هذه الآيات. وبكده يكون وصلنا مع بعض إلى نهاية درس اليوم. فلو عجبك الشرح أو حسيت نفسك استفدت من الدرس ما تنساش تضغط لايك للفيديو، وحاول تشارك الفيديو لزمايلك عشان تكون سبب في نشر العلم، والدال على الخير كفاعله. ولو انت عايز تحمل هذا الاختبار هتلاقيه موجود على صفحة قناة علمني عربي على الفيسبوك، وانا هسيب لك الرابط برضو في صندوق الوصف. وكمان ما تنساش هيظهر معك في علامة الاي رابط اختبار لمادة اللغة العربية كذلك لشهر نوفمبر، باقي المواد الخاصة بالصف الخامس الابتدائي. وفي النهاية استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.